لكنها خداعة تظهر الفناء بصورة موجود بقالب دائم. وما هذه الدنيا بدار استراحة، وما هذه الدنيا بدار استراحة وتحصيل لذات لغير البهائم. على قدر بعد المرء منها ابتعاده عن الروح واللذات ضربتي، عن الروح واللذات ضربتي لازمي. ألم ترى لله كيف تراكبت عليهم صروف الدهر أي ترايا شرقت بنت النبي بريقها وقد جرعها الأعداء طعم العلاقم. أما عصرت بين الجدار وبابه، أما عصرت بين الجدار وبابه، أما نبت المسمار في صدر فايا أما أسقطت لا رعى الله قومها جنين حشاها محسنا. يا لها شمي صاحت يفض سنديني، صاحت يفض سايا الندين على كيفك يفض لا تلجميني، أخاف والزلم تسمع ونيني. تراهم أسقطوا مني محسن صفيت عليك يا رسول الله، محسن صفيت عليك غير النوح محسن، ولا جنك جنت للناس محسن. يا ابويا كسروا ضلع وصقاط محسن، حسن وحسين ونتهم شجيع
حسن وحسين ونتها يا مشجه وتلبية وحق البيت والمروة. هذا للسيد البيت. وتلبية وحق البيت والمروة. وتلبية كثر هموم دلالي صادق كثر هموم دلالي. وتلبية على القاد العد غصبا على القاد العد غصبا. وتلبية وهو مجتف بقيد الوصية وهو مجتف بقيد الوصية. ليس له إلا فاطمة الزهراء خرجت وهي تنادي خلوا ابن عمي. التفتت إلى قبر رسول الله خاطبته بآلامها تقل من غاب شخصك من غاب شخصك يا ويلنا. أريد سماعة بيدي والله من غاب شخصك يا ولينا يا بويا هجمت رواية الشر علينا. اجانا الصهاك وشياطينا وحطبهم وياهم جايبينا. اي والله انت قاعد وكنا قاعدين نأبن السيد شلون وصل السيد وهالعظمة والمقام والناس واللوعة. تدري ليش؟ لأنه يقول من قلبه على الزهراء. فأنت إذا تريد من هذا النور قول من قلبك. اي من تقعد ومو تتصور والله هادي شلون يقرأ وخله يشوفه. هاي عيفة، هذا الحكي عيفة، خلها ويا الزهرة مع الله سبحانه وتعالى. بس انت أدي دورك حينما تجلس في مأتم سيد الشهداء ومفتاح المصائب مصيبة الزهراء سلام الله عليها. تقل من غاب شخصك يا ويلنا يا ولينا هجمت رواية الشار علينا. وجانا الصهاك وشياطينا. أنا أريد الشباب يعطوني سماعة بيدي، أنا ما أقدر متقيد، ما قاعد أقرأ براحتي ترى رحم الله والديكم. أريد سماعة بيدي أريد أتحرك، ما أقدر هيك بهالصورة. جزاكم الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم. وعلى هالونة وللزهراء اي والله من غاب شخصك يا ويلنا يا بويا هجمت رواية الشار علينا. اعطيني بيدي جزاك الله، الله يحفظك. هاي خليها بيدي.
غاب شخصك يا ويلينا تقول ابويا عادل تفقد ابوها يجونها عادل تفقد ابوها يجونها الناس وعلى مصابها يواسون ويا عادل تفقد ابوها يجون الله لو اسمع صوتك وياي تردد تواكبني ويا عادل تفقد ابوها يجونها الناس وعلى مصابها يواسونها يا ابويا ما يجون الدار يحرجونها يحرجونها وعلى دمعة عينها يصبرون يا ابويا على دمعة عينها يصبرون وياها مع سيدتي تشكو بها تقل من غاب شخصك يا ولينا بويا هجمت رواية الشر علينا وجان الصهاك وشياطينا وحطبهم وياهم جايبينا قلت ليش عندك جاي لي انا وكل يوم قلبهم حفظ كل يوم قلبهم مروعينا بويا امر على الشيوخ المدينه يقولون الفحل ياثل عرينا انا وراه طلعت والهو حزينه بويا من شافني المشرج أيوة فاطمة أبويا من شافني المشرج بدينا نرد له سطر عين بيمين وين توجهت أبويا مايار على عبد سطرني ومن سطرته للقاع عذبني يا ابويا من كسر قلبه ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني يا ابوي شلون صبرها على من شر حزنك على راسي على ما يا ابويا ودمدم عيني على ما يا ابو المجلس وكما هي مجالس الحسين سلام الله على ابي عبد الله ولكن في الحقيقة أيضا هناك ارتباط روحي وكان قلبه يهوى هذا المجلس وفي الحقيقة أنا أسمع من السيد منذ نعومة أظافري منذ صغري أن السيد كان يشيد في منطقة سوق الشيوخ يحب هذه المنطقة وإثبات الشيء لا ينفي ما عدا. احنا لما نقول السيد يحب هاي المنطقة مو معناتها ما يحب باقي المناطق،
ولكن هذه المنطقة كذلك تميزت وتألقت بخدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا في الحقيقة كما يقولون الأذن تعشق قبل العين أحيانا، فكنت أتمنى أن آتي وأحضر وأشوف هذا المجلس الحسيني اللي كله إخلاص مع سيد الشهداء أبي عبد الله، مع الزهراء، مع أهل البيت سلام الله عليهم. هم في الخدمة لم يفتحوا أبوابهم لسيد الشهداء، وإنما فتحوا قلوبهم للحسين. فكان في الحقيقة كل شوق أن آتي وأحضر هذا المجلس، بس واقعا ما كان في أمنيتي ولا كان في ظني ولا أبدا أنه يكون، ولا في بالي أن يكون هكذا، وإنما أسأل على كل حال شلون. وكان في ما أنا أحب وأريد أني أحضر هذا المجلس، ولكن في غير هذه المناسبة. واقع أنا كنت أتمنى أن أحضر هذا المجلس، وأن الله يوفقني بلقاء هذه الوجوه الخيرة الطيبة اللي ملئها إخلاص وارتباط بسيد الشهداء. كان أمنيتي أنه يكون في حضور السيد، هذا كان أمنيتي. فعلى كل حال الحمد لله على كل حال لا نستطيع أن نرد لله إرادة، كما قال سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين لعياله وأطفاله: لا تقولوا بألسنتكم ما